ان صاحب الجلاله راه ماشي هو كل شيء في البلاد من جميع النواحي. غادي نستناو سيزار ونستناو عمر الشرقاوي ونستناو السي ابراهيم ادحاج وحزب تامونت وهاد المتربصين هادو بمؤسسه اماره المؤمنين وبالعقيده ديال المغاربه وبالقيم ديالهم يجيو يفهمونا بانهم مدافعين ماشي عن شخص الملك، ماشي عن المؤسسه الملكيه، ويجبد لك الفصل من الدستور واجب الاحترام والتوقير. بمجرد انك تجبد الفصل ديال الدستور فيما يتعلق بالمكيران وتقول على ان شخص المالكي واجب الاحترام والتقدير، وهذا مغاربه كاملين متفقين معاه، انت ضمنيا تتهم صاحب الجلاله على انه لا يطبق الدستور، بان بن كيران لم يحترم الملك ولم يوقر الملك، وبالتالي راه لم يحترم الدستور. باش يجي عمر الشرقاوي يعلمنا كي نديرو نبغيو الملك ديالنا، ويعلمنا كيفاش نديرو نطلبوا الملك ديالنا، ويعلمنا كيفاش نديرو نستنجدوا بالملك ديالنا. بريه وعدي بر بون. معشر الإخوة الكرام المتابعين والمتابعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا النداء، هذا التسجيل هو نداء خاص بالإخوة أو السادة المسؤولون عن ما يسمى جيل زد، جينيراسيون زد، بحيث أنني لا أعرفه مع 12 ديال الليل خارج مسكين مع مشكل. الرجل المسؤول خارج بالعبايه ديالو الطاقيه ديالو نورمال، كان شات جي بي تي ولا كدا ولا منا ولا منا. هنا باش يعرفوا المغاربه في هاد الاحزاب هادو شكون اللي بصح قلبو على المواطن، وشكون اللي بصح باغي يخدم هاد البلاد، وشكون نهار في 2011 هز فلوسو وهرب على برا. ولا قدر الله، اللهم احفظ لنا بلادنا وامنها واستقرارها، واحفظ شعبها واحفظ ملكها. لا قدر الله لو كانت ديك القضيه ديال جيل زاد مشات بعيد، سوف يعيدون الكره وغادي يهزوا فلوسهم وغادي يهربوا مرة أخرى، وغادي يبقى بن كيران وغادي يبقى الشرفاء أمثال بن كيران، لأن الشرفاء بزاف ماشي بن كيران. كنهضروا زعما على بن كيران في إطار هاد الحملة اللي راه مديورة عليه. الشرفاء أكثر من الغرابي بالسود اللي هضرت عليهم شامة درشول ورحنا درنا لكم الربط. لا أعرفهم ولا أعرف أي أحد منهم، و يعني هم يعني هذه التسمية التي يسموا بها أنفسهم، فأنا أناديهم بها. ما فهمتش أخويا طارق رضا، معجبك الكبير يا الروكان، خصوصا يعني ذوي الرأي والمكانة فيهم والمسيرين لهذه الاحتجاجات التي يعني انطلقت منذ يوم السبت إلى ما لا تحمد عقباه على الجميع. وعلى ما عرفتش واش هي معجبك الكبير أوي. خويا طارق رضا هضر باللغه العربيه ولا كتب بالفرنسي الله يرحم الوالدين. الوطن وعلى المواطنين، وقد رأينا مثل هذا في عدد من الدول، ولم تكن العاقبة جيدة أبدا. وبطبيعة الحال أنا أحدثكم لأنكم عبرتم أكثر من مرة بأنكم تعملون المعجب بك ايوا ضروري تعجب تحت سقف المصلحة
المصلحة الوطنية العليا، تحت سقف يعني الدستور، تحت سقف يعني الأمور المعقولة التي انبنى عليها وطننا منذ قرون طويلة، وهو على نية أن يستمر عليها إن شاء الله الرحمن الرحيم. أنا أعرف أن ما تحتاجون عليه أشياء واقعية، ونحن بأنفسنا يعني اقسم بالله لا رجل شريف. زعما المتمعن في الكلام ديالو، متمعن في الكلام ديالو، يتمعن في الكلام ديالو، النبره ديال الصوت ديالو كيفاش كذا. هو راه وحش سياسي، هذه راه ما نهضروش عليها، ولكن انسان صادق. راه ماشي كيستيون ديال اون ريكوبيراسيون بوليتيك. شنو كانت اون ريكوبيراسيون بوليتيك؟ غادي تلقاه يركب على الحكومه بواحد الشكل اللي ما تقدروش تصوروا، غادي يركب عليها بشكل كذا. المعارضه 13 مقعد كيديروا الدور ديالهم بكل نزاهه وبكل شرف. السيد صراو احداث ربطها مباشره، وكان داير واحد الندوه وقال واحد الكلام عاوده فهاد الاطار هذا مباشره، ربطها بالاحداث ديال 2011 ولمح بشكل مباشر وبشكل غير مباشر على ان الانزلاق في هذا الاخر وارد، وكيوجه كلامه لمن لهذوك الشباب على اساس انهم شباب كتخرج. انا بالنسبه لي الموجه الاولى سيتي مونتي دو توت بياس، سيتي با ما كانتش بريئه بحال هذا الشيء ديال سبته بالضبط. بالنسبه لي القراءه اللي قريتها والخروج ديالو تما كان عنده معنى. لم نتوقف عن معارضة هذه الحكومة إلى آخره، ولكن نقول لكم بصراحة دابا ما بقات القضية لا ديال الحكومة لا ديال حتى شي حاجة. الآن نحن أمام خطر يعني مواجهات عنيفة واعتداءات لا يمكنكم لا أنتم ولا غيركم أن يتحكم فيها. اعتداءات على الممتلكات، يعني في الطرقات إلى آخره، أشياء يعني ولا أظن أنكم تقبلون هذه الأشياء. بل بلغني أنه ربما بعضكم تبرأ من هذه الأشياء التي تقع، ولكن أقول لكم الآن لا ينفع التبرؤ. الآن أنا أقترح عليكم شيئا واحدا وهو المعقول، وهو أن تصدروا توجيهاتكم إلى أتباعكم خلال هذه الشبكة التي يعني تفهمونها وتعرفونها وتستطيعون التصرف من خلالها، أن تتوقف هذه الاحتجاجات نهائيا. إذا كنتم تريدون أن يكون عملكم إيجابيا، فالخسائر التي وقعت لحد الآن كبيرة. هذا الرجل لا أعتقد أن التاريخ السياسي المغربي شهد مثله، رغم أن كان عندنا زعما سياسيين كبار. لا أعتقد أن السياسة إلا بقات هكذا بهذا المشهد اللي كنشوفوه اليوم، لا أعتقد أنها سوف تنتج رجلا مثله اللي في عز الأزمة كتلقاه واقف راجل ما كيهربش. بون، بل أكثر من ذلك خرج واحد التوجيه نهار اللي خرجوا ديك الرسالة اللي سني عليها السي افتاتي، رسالة وداروها على شكل عارضة وتعكلوا عليها. شوف واش كتب في التوجيه: تروج في وسائل التواصل الاجتماعي رسالة مفتوحة موجهة لجلالة الملك تحت عنوان دعما لحركة جان زد 212. حان وقت التحرك في العمق، مشفوعة بعدد من التوقيعات من ضمنها توقيع الأخ عبد العزيز أفتاتي، وهو أمر لم يستشر فيه مع مؤسسات الحزب ويتحمل فيه مسؤوليته بصفته الشخصية. وبهذه المناسبة أدعو كل أعضاء الحزب ومسؤوليه لعدم التوقيع أو الانخراط في أي مبادرة مماثلة،
وأدعوهم للالتزام بالمواقف والتوجيهات التي تقررها مؤسسات الحزب بروح من المسؤولية، لا توجيه حزبي بطبيعة الحال، بروح من المسؤولية اللي هي نفس الروح ديال المسؤولية اللي عبر عليها في ديك الخرجة نوكتورن ديال الليل اللي كيوجهها مباشرة لدوك الشباب اللي عاثوا فسادا في الأرض، واللي أكيد أن الإعلام الغربي خصوصا لعب واحد الدور كبير في داك الشيء هذاك. وهضرنا في هذا الموضوع واختلفنا فيه مع بعض الأصدقاء وبعض الفضلاء، ووصل الاختلاف كذا، وربما أعتقد أنهم ما فهموش الآخر ديالي. أنا من الأول قلت بأن هذه القضية هذه ما بين فيها الاصطناع، بحال هادشي اللي راه حاضر في سبتة. شفت هادشي تاع سبتة تماما، وراه خرجت وزارة الداخلية وصرحت أن هناك من يحرك الشارع، هناك من يحرك الشارع، وهاد الغرابيب السود هادو يصدرون خطاب الأزمة بطريقة منمقة وبطريقة جميلة جدا، ويصدرون أيضا الخطاب ديال الترهيب، ماشي لصالح الوحدة الوطنية، ماشي لصالح المكتسبات ربما على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى السياسي. للأسف كلهم بدون استثناء يطبلون الكيان الصهيوني ويطبلون الإمارات. وعلى داك الشيء طولت بزاف في الأول باش نهضر على الإمارات وعلى الكيان الصهيوني وعلى الخبط الاستراتيجي اللي راهم لاعبينه. وهذا هو الخطر اللي راه عندنا اليوم. الخطر اللي راه عندنا اليوم ماشي حزب سياسي سميتو العداله والتنميه صوتوا عليه المغاربه وضع فيه صاحب الجلاله الثقه ولا زال يضع ثقته فيه وهو من يحميه. صاحب الجلاله هو من يحمي بن كيران، ماشي الخطر جاي من العداله والتنميه. عندكم يكذبوا عليكم، ما يكذب عليكم حتى واحد، بل اكثر من ذلك. ما جاي الخطر لا من النهج الديمقراطي ولا من البام، وراه كيقول لك اودي راه اشهر واحد الكلام الاحزاب المغربيه ما دام انها عندها المشروعيه، الخطر ما جايش منها، جاي من تيارات اخرى قد يكون فيها من هو منتمي الى احزاب. حزب في حد ذاته، ولكن كنهضروا على تيار المال والاعمال، التيار الذي يملك ويسيطر على الاعلام، المحرك الدينامو، والذي يمتلك المال، لان ما يمكنلكش تسيطر على الاعلام بلا مال. بدون مال ما تقدرش تسيطر على الاعلام. وخير دليل على ذلك هاني قدامكم، حازق لاصق البحبوحه ديالي كذا، نقول هضره تلقى 70,000 واحد الروكان ولد كنقول الروكان خائن للوطن، الروكان خوانجي، الروكان شيعي. واحد واش كتب لهم وحق رب العالي العظيم ضرب فيه تهبلوا بالضحك. واحد واش كتب لهم منذ الامس، هذه في التويتر، منذ الامس وانا احاول جمع معلومات عن الشخص المسمى الروكان من مدينه بركان، اكتشفت انه شيعي من مغاربه بلجيكا، دخل التيك توك وقام بزرع الفتنة بين مغاربة التيك توك بعد أن كانت تجمعهم كلمة واحدة، وفي نفس الوقت يتبنى فكرة تنظيم الإخوان العالمي على مغاربة التيك توك. فضحوه. دابا أنا مع حسن البنا ومع خامنائي بزوج في نفس الوقت. دخلت التيك توك ودرت الفتنه. علاش؟ قلت ودي الجزائري اخي في الدين وفي الهويه وفي التاريخ وفي الثقافه وفي كل، اقرب لي من صهيوني ولو كان من اصول مغربيه. الحمير، البغال، كلمه صهيوني
بالضرورة تعني كلمة إمبريالي، تعني كلمة مستعمر، تعني كلمة إبادة للشعب الفلسطيني، تعني كلمة مجرم. بخلاصة كلمة صهيوني. إلا كنت أنت بغل ما تفهمش بأن هذاك الصهيوني إذا كان عنده أصول مغربية راه يبقى صهيونيا، يبقى مجرما، يبقى توسعيا، إمبرياليا، غير محترم للقانون الدولي، وسمي ما شئت. حجة الإسلام وهي عنده. وكذلك الشأن بالنسبة للحزب ديال العدالة والتنمية. يعاودوا لي بعض الأصدقاء أن الميزانية ديالهم ديال الحملة الانتخابية شي خطرات يشيطوا بها كاع ونضحكوا هكا بيناتنا. قال لك اودي راه ما عندك ما تدي معاهم، تضل تحفتو في التالي يوكلوك قصعه ديال الطعام وتضرب واحد الكاس ديال اللبن الا ما شربتش غير معاه. علاش؟ باغي تخدم البلاد. ايوا اللي باغي يخدم البلاد ماشي خصو يدي من البلاد، خص يكون ديك العقليه الانتهازيه. وراه هذه هي راه اللي باغي يخدم البلاد كيخدم البلاد لانه راه كيخدم المجتمع، كيخدم الاجيال اللي جايه. ماشي تكون ديك العقليه الانتهازيه وديك العقليه ديال كذا. خصني نخدم البلاد بس خصني ندي، خصني نتزوهر. علاش قلت لكم من يملك المال بالضروره يملك الاعلام. لذلك وجب على الاعلام ان يستقل بشكل كلي على هذه التيارات هذه، حتى وان كان مثلا يجي رجل اعمال وكذا ويشري قنوات ويشري صحف، ولكن حط له القانون الذي يؤطره، القانون اللي ما يقدرش يتزعزع معاه. باغي تستثمر استثمر كيف تشاء مزيان، ولكن ما تضربليش انايا في واحد الركيزه من ركائز الدوله اللي هي الاعلام وتخرج لي هاد خروطات هادو يبقاو يشكلوا لك نتايا وعي مزيف. واش فهمتوني الاخوان؟ ودابا كاين شي وحدين كيصيفطوا لي كيقولوا لي ودي راك هاد الكلام اللي راك تقولو خطر، هاد الكلام تعرف ولا راه واعر، حضي راسك. الله يا ودي، الله يا ودي، واش خصني نخاف ولا ياك ما خصني نخاف؟ شكون كيضر هاد الكلام هذا؟ ايوا سويلا هاد الطيار هذا راه فهمتوا؟ خلق واحد المواطن مرعوب وفي نفس الوقت عنده قناعة بأننا فعلا نعيش أزمة سياسية وأزمة أمنية، وبأننا في حالة حرب دائمة، ماشي غير مع الجزائر، مع الخوانجية ومع خونة الوطن ومع الكوفيين ومع اليساريين. وشكون اللي غادي يسلكنا؟ غادي تسلكنا الامارات بالاموال ديالها، وغادي يسلكنا الكيان الصهيوني بالنفوذ ديالو وباللوبيات ديالو. ليس لك مخرج ايها المغربي الا هاد الاخر. شفتوا التزييف ديال الوعي كيفاش كاين دار؟ هكذا كاين دار. والعروبه والقوميه والخوانج. وجي السي ابراهيم ما تحاش، هدي على السي ابراهيم ما تحاش، هدي على السي ابراهيم ما تحاش. والله السي ابراهيم ما تحاش، اقسم لك بالله لا العظيم. عرفت يا خويا انا كيفاش كيختاروكم اصاحبي في داك الحزب؟ والله ما عرفت بالله ولا موحى. يا رب العالي، واش موحى يدير السياسه؟ موحى مطرنق مسكين. انت السي ابراهيم عندك تحاليل، واش عندك؟ ماشي تحليل، عندك التخليل. انت كدير الخل، انت كدير دوك القطيات ديال الخل كترمي فيهم الحامض وترمي فيهم الكورنيشون، انت تخلل كل شيء.
سي ابراهيم ادحاج، واش هادوك التحاليل عندك؟ يا وليدي يا وليدي ها وليدي يا وليدي، تفات كل بالله. بون نمشيو ل فينا هو فوالا. بون بلاغ بخصوص الأحداث، هذه البلاغ ديال الأمانة العامة ديال حزب العدالة والتنمية بخصوص الأحداث المؤسفة والمؤلمة المتمثلة في الهجرة الجماعية نحو سبتة المحتلة، انعقد بعون الله وحسن توفيقه. ولا غادي نسمعوا الفيديو لأن طولنا بزاف ونخاف نبات بلا عشاء. بنكيران بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن تبع هداه. معشر الإخوة والمتابعين، الأخوات